معانا قصة كده عايزين نشوف تفاصيلها في أغنية احنا كنا بنسمعها قبل ما نطلع على الهوا على طول، أغنية رائعة للفنان محمد منير. ازاي يعني أغنية مليانة بشحنات انفعالية عظيمة. عرفنا ان الأغنية دي تم منعها من انها تذاع على التلفزيون المصري، ما عندناش تفاصيل ليه وايه السبب. احنا معانا على التليفون الإعلامي أدهم شعبان. أستاذ أدهم بيتهيألي هو اللي عنده تفاصيل اكتر وهيفيدنا في القصه دي. اتفضل يا استاذ ادهم. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. ازيك يا شريف وازيك يا لبنى؟ اهلا وسهلا. انا يمكن مش عايز اتكلم على الاغنيه قوي دلوقتي، او مش عايزين نتكلم في حاجه يمكن احنا نكون شاركنا فيها بس احنا مش عايزين نتكلم. انا عايز اتكلم على الاعلام بشكل عام. انا راجل بشتغل في مجال الميديا، وعايز اتكلم على بمناسبه ان انتوا فاتحين ملفات الفساد، ان وزاره الاعلام بتحارب القنوات الخاصه، ومن المفترض ان بناء على برنامج الرئيس الانتخابي ان هم يشجعوا القطاع الخاص. والسبب في محاربه وزاره الاعلام للقنوات الخاصه هو ببساطه ان القنوات الخاصه استطاعت في فتره بسيطه جدا انها تسحب البساط من قنوات وزاره الاعلام المصريه. لدرجه ان وزاره الاعلام قامت بممارسات احتكاريه لكي تنافس القطاع الخاص، وكانت الممارسات الاحتكاريه دي واضحه جدا في نقل احداث زي كاس العالم على التلفزيون الارضي ومباراه مصر والجزائر، والمقوله الشهيره اللي احنا كلنا عارفينها في رمضان ان كله حصري على التلفزيون المصري بيثبت كلامي، وغيره طبعا من الممارسات الاحتكاريه. الحاجه الثانيه ان المهزله اللي حصلت من الاعلام المصري في ثوره 25 يناير اللي اكدت فشله المعتاد والمتواصل. أنا بشتغل في مهنة الإعلام وللأسف ما يفهمش فيها إلا المتخصصين، وبالتالي مسؤولي النظام ومع احترامي لا يسمعون إلا رأي الحاشية وما يسمى وزير الإعلام في الدولة، ودول هم اللي وصلوا الإعلام الحكومي والدولة المصرية إلى هذه المهزلة. أنا ما بتكلمش على الدولة المصرية عزيزة وقوية وكرامتها فوق الكل، بس هم الإعلام هم اللي وصلوا صورة الدولة المصرية إلى هذا المستوى. بس أنا بطالب بإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة ولجنة عليا من المتخصصين في المجال الإعلامي لوضع ميثاق إعلامي محترم يكفل الحريات والمنافسة الحرة الشريفة، وتحافظ على عادات وتقاليد هذا الشعب المحترم المتحضر، والتي افتقدناها بسبب الإعلام الموجه الفاشل اللي عشنا فيه لسنين، وكان بيستخف بعقولنا لدرجه انه كان بيتهمنا بسوء السلوك احيانا. طيب استاذ ادهم، كان بيقول سلوك يعني المصريين المصلحه الضيقه تخلينا في تلفزيون الحياه او في برنامج الحياه اليوم تبقى مصلحه ضيقه تخلينا مبسوطين ان اغنيه زي اغنيه محمد منير بتتعرض عندنا بس، لكن المصلحه الاوسع وده اللي انا عايز اسالك عنه هو احكي لنا ارجوك ازاي اغنيه زي دي تتمنع، او ايه معلوماتك عن هذا الموضوع؟ ازاي اغنيه زي دي ايه تتمنع؟ والله يعفيني من الكلام لان طبعا احنا اصلا لو هقعد اتكلم على اغنيه اتمنعت ومش اغنيه اتمنعت، احنا في انا بسالك عن حاله معينه. اعلاميين كبار اتمنعوا مش اغنيه اتمنعت. ده صحيح، بس المفترض ان احنا برضو كلنا متفقين انه الدنيا مختلفه دلوقتي يعني، واحنا مديونين للناس اللي في الشارع بده، وده جزء من ازاي ان احنا نعرف الغلط ونكافحه. ما احنا بنكافح الفساد يعني بنكافح الغلط. قول لنا اغنيه زي دي ايه الاسباب؟ ايه راح الشريط قالوا لك لا ايه اللي حصل؟ لا يسال السؤال، احنا لا نسال عليه يا استاذ شريف. ايوه انت ان الاغنيه اتمنعت او ما اتمنعتش احنا لا نسال على هذه السؤال ده يوجه للطرف الاخر ليه هو رفض الاغنيه. فاحنا مش عايزين نتكلم في موضوع رفض او مش رفض، لان انت لا تسال يا استاذ ادهم، بس اكيد يعني اكيد انت سالت ليه يا جماعه، فاكيد الناس ردت عليك. لان في اعلام شريف، لان في اعلام استاذه احنا ما سالناش لان في اعلام وطني محترم زي قنوات الحياه وزي قناه دريم وزي قنوات اخرى ذاعت الاغنيه بمنتهى، لان خلاص احنا كنا في سوء كلام قبل ما يحصل اللي حصل. النهارده الحمد لله كل واحد قادر يطلع برايه ويتكلم. النهارده اللي بيحجب الراي هو ده اللي يلام، مش احنا اللي نلام. احنا بنحجب راي فنانين وبنحجب راي اعلاميين وبنحجب اسماء كبيره سابت البلد ومشيت بسبب الممارسات اللي تمت ضدهم، اللي اتهدد واللي اتحرق عربيته وغيره. واحنا كنا بنخاف نتكلم في التليفون. النهارده بقى في اعلام وفي بوق، ولازم مصر ترجع لمكانتها باعلامها المحترم. الفساد مش فلوس وبس، لكن الفساد كمان في انك
تختار ايه اللي يطلع وايه اللي ما يطلعش، او انك تحكر على راي. احنا بنضم يعني صوتنا لصوتك في النقطه دي تحديدا، لان دي مهمتنا الاساسيه، وده الجزء الاساسي اللي احنا بنشتغل عليه. ده ناهيك طبعا عن انه مع الاسف، يعني طبعا انا بشكرك استاذ ادهم، مع الاسف انه في اماكن ما زالت تقوم بنفس الخطا او نفس المنهج، لانه هذا هو اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري او التلفزيون الدولي. احنا هنعرض على حضراتكم الاغنيه يمكن نعرف الاجابه ليه اتمنعت. اتفضل.